أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 27 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله. أذكر السادة الأفاضل ببعض المعلومات الخفيفة قبل أن نشرع في درس اليوم. واش قلنا على الإمام مالك؟ الإمام مالك كيف يلقب؟ إمام دار الهجرة. ما شاء الله. متى ولد الإمام مالك؟ شحال عاش الإمام مالك؟ مدة الحياة نتاعو كامل العمر صحيت 86 سنة. ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179 للهجرة، وهو من العلماء الذين عمروا كثيرا. ولد بالمدينة المنورة وعاش بالمدينة وتصدى للفتوى بالمدينة المنورة ومات بالمدينة ودفن بالمدينة. لا يفتى ومالك في المدينة النبوية المنورة. إذن تذكير ببعض الأرقام وببعض التواريخ خاصة بالنسبة لتاريخ الوفاة للعلماء وللمحدثين، وهذا أمر مهم جدا باش نعرفوا متى عاش الإمام مالك. عاش، وقد قلت لكم أن الحافظ السيوطي في طبقة الحفاظ ذكره في الطبقة الخامسة تحت رقم 189 بعدما بدأ بحفاظ الصحابة، بدءا من في الطبقة الأولى بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص إلى آخره، كيوصل الطبقة الخامسة وبالضبط رقم المترجم له رقم 189 ترجم للإمام مالك رضي الله عنه. إذن توفي الإمام مالك عام 179 للهجرة. اتفقنا؟ طيب، ماذا قال ابن خلدون عن الإمام مالك وهو يؤرخ لعلوم الحديث؟ من يذكرنا؟ ابن خلدون، العلامة ابن خلدون أرخ للعلوم في العمران، في علم الاجتماع، سوسيولوجيا، في علوم الحديث، في أصول الفقه إلى آخره. مؤرخ وعلامة. كيوصل إلى الإمام مالك ماذا قال عن الإمام مالك؟ قال واحد الكلام حلو، وهذا يهمنا جدا باش نعرفوا باللي ما هي القيمة العلمية لهذا الرجل. في كل مرة نذكر الإمام الشافعي كما شرحنا فيما سبق قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم ميلا فذرد إمسنوا. الإمام مالك ذثري. وإذا وال الإمام الشافعي فهكذا كان الرجال يقدرون قدر الرجال. إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وحينما نتحدث عن الإمام مالك رضي الله عنه بالقوة نفسها وبالأسلوب نفسه نتحدث عن سائر العلماء الأعلام. لكن مادام نتحدث ونشرح موطأه لا بد من التعريف به باستمرار والتذكير بهذه البيانات، بهذه المعلومات. واش قال الإمام العلامة ابن خلدون وهو يتحدث عن الطرق مقارنا عن طرق العلماء والمدارس الحديثية؟ تحدث عن مدرسة البصريين، الكوفيين، حتى وصل إلى مدرسة الحجازيين، المدرسة الحجازية. وقال في مقدمته الشهيرة وبالضبط في الصفحة 940، أذكركم الصفحة 940، افتح القوس: وسيد الطريقة الحجازية. بعد ما تكلم عن أهمية هذه الرسالة المدرسة في خدمة الحديث إلى آخره. والحجاز هي مقر مدرسة أهل الحديث التي تخدم الحديث وتخدم السنة وتخدم الفقه، مثل مدرسة أهل الرأي ومقرها بالعراق الكوفة. مدرسة أهل الرأي من زعمائها من خدامها وسدنتها الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن العلماء أجمعين. ثم في الحجاز ظهر مدرسة أهل الحديث من خدامها
ومن زعمائها الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. أقول المدرسة الحجازية إذن كان العلامة بن خلدون يمدحها ويقول وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. شوف الأدب والضبط والدقة، قال بعد السلف، وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، أغلق القوس. انتهى كلام العلامة ابن خلدون في الصفحة 940 في مقدمتها. ليس كذلك، ومما ذكرناه وما شرحناه المرة اللي فات مذكر إياكم وصول المذهب المالكي. علاش نذكر بهؤلاء؟ باش نفهموا بأن العلماء كلهم راجعوا إلى مصادر وإلى أصول، ولكن تميز العلماء في استنباطهم للأحكام الفقهية ببعض الأصول. قلنا لكم مثلا الإمام الشافعي لا يعمل بالاستحسان، وعنده مقولة مشهورة يقول من استحسن فقد شرع. وقيض الرأي الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أيضا هو صاحب مذهب، صاحب الرسالة، أول كتاب ألف في علم الأصول أيضا كما قلنا. واش قال ابن خلدون في الصفحة 815 كي وصل علم الأصول؟ قال وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة. مع شوف الإنصاف يقرأ ويتعلم ويعطيه، وهذا هو المنهج العلمي الذي يجب أن يكون. يعني ذي ثمسني إلى قاتلي لونيتي، هذه الصفة، هذه النقاء، وذي الموضوعية بدمي ثيرت ديني ثيرت وخلاص. ولكن ميد يهضر فيه ونموسنا أد يهضر فلاسا ما كان لو نقسن نغسي في كزل سواطاس. ولكن هذه هي من مقتضيات المنهج العلمي أو مستلزمات المنهج العلمي الرصين الأصيل. الإمام الشافعي ذي الأصول الناس الاستحسان يخدم رئيس ويقار من استحسن فقد شرع. أرنوياس ذي الإجماع السكوتي، خاطر الإجماع صنفان، إجماع يعني اللي يقوله بعض الصحابة والبعض الآخر يعني يسكت، وكان الإجماع وين كلهم يتحدثون. وإذا حصل الإجماع أيضا بعد عهد الصحابة كيف، ولكن كان إجماع اللي اسمه إجماع سكوتي، معنى يتحدث البعض ويسكت الباقي. إذن صنف اصطلاحا ضمن ما يسمى بالإجماع السكوتي. يتصدى البعض بالقول في المسألة المعروضة للبحث ويسكت الباقي. الإجماع يسمى إجماع سكوتي. الإمام الشافعي قال لك ما نأخذش بالإجماع السكوتي. لماذا؟ يقول لك لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. وين السسمن وسقراين تورا القيمة كان لا. مثلا المشاور قلت انت مسالت أديني مثلا هل يجوز الكلوناج الاستنساخ البشري؟ هل يجوز؟ ينطقوا بعض الجماعة مثلا يقولوا لا يجوز. أثنتي لي زارجيمون الأدلة من الكتاب من السنة من العقل من النقل إلى آخره. كيف يكملوا بعد النقل يأتي العقل. هذو تكلموا أنتم قاع ساكتين معنى ما هدرتوش. ماذا يعني؟ هل يعني أنتم موافقين على واش قالوا ولا عندكم رأي مخالف؟ الشافعية كان يقول لك لا، هؤلاء سكوتهم إما مازال ما وصلوش إلى القناعة اللي يقولوها، إما ما تكلموش هيبة واحتراما وتقديرا للمتكلمين. هذو يهضروا انتم سكتوا احتراما إلى آخره. جابوا حجج، هذا ماشي موضوع باش نفصلوا فيه. لذلك الإمام الشافعي قال لك لا ينسب إلى ساكت قول. أنتم ما هدرتوش ما نقولوش هدرتوا، هذو هدرتوا ما هدرتوش. هذا موقف الشافعية. ولكن هذو واش قالوا؟ قالوا السكوت في موضع البيان بيان. شوف النقاش العلمي حينما يرتقي
مادام السسمم ذي ثغنيت بوال فسسمين ذوال ثم السسمم ذي لوان بوال. ماناش نحكيو على نشربوا لا تاي ولا القهوه، ممكن واحد ما يشربش القهوه ويسكت نورمال، القهوه ولا تاي ما يهمش. هو مساله علميه، معناها ما عندكمش حق تسكتوا. اذا سكتوا معناها راكم موافقين. السكوت علامه الموافقه، علامه الرضا. لذلك ردوا قالوا السكوت في موضع البيان بيان. علاش نقول لكم هكذا؟ باش نقولوا دائما من مقاصد هذه الحلقات العلمية تقوية الملكات الفقهية عندنا، وكذلك العقل يولي شغال يشتغل، ما يكونش معارضة من أجل معارضة. من ذوك في حياتنا في حياتنا الاجتماعية ولا تلقى واحد يقول لك ما عجبنيش هذا الرأي، علاه يسكت؟ ما ينفعش، لا لازم لي زارغيومون، لازم الحجج. لذلك مما نتعلمه من هذه المدارس ومن أقوال العلماء والمناظرات من العلماء والمدارس الفقهية نتعلم هذه السكوت في موضع البيان بين. قلت لكم الإمام مالك انفرد بواحد المصدر من المصادر، المصدر اللي هو عمل أهل المدينة، والباقي ما يخدموش به. الباقي يخدموا بقول الصحابي، وهو أيضا يعمل بقول الصحابي. ذلك وجدنا موطأ الإمام مالك عامرا بأقوال الصحابة وبفتاوى الصحابة، يعني معمر، يعني فيه بزاف أقوال وفتاوى الصحابة في الموطأ. إذن الإمام مالك هو يعتد بقول الصحابي أصلا من أصول مذهبه، كما قرر ذلك تلامذته الأساتذة، مش الأساتذة، من فصيح اللغة الأساتذة. حنقولوا إخواني الأساتذة، هكذا نقولوا هكذا الأساتذة. مي في العربية الفصيحة يجوز باش تقول الأساتذ، نقولوا إخواني الأساتذ. على بالي هذه الكلمة غريبة ماهيش مسموعة، ولكنها صحيحة. إذا استمعتم إليها فهي صحيحة. إذا قيلت، وإن كانت عموما لا تقال، يقول سادتي إخواني الأساتذة، les enseignants, les professeurs، ولكن إذا تعرف يجوز تقول الأساتذ. هذه لغة عربية فصيحة. إذن تلامذة الإمام مالك الأساتذ، خاطر كانوا تلاميذ ولكن ارتقوا في مدارج العلم فصاروا أساتذ أو أساتذة، وهم الذين طبقوا المنهج الاستقرائي واعطونا خلاصة هذه الأصول. هو لم يقل أصولي في المذهب هي كذا كذا، لكن تلامذته بالاستقراء من خلال الفتاوى تاعو، من خلال الأقوال إلى آخره، قالوا باللي هذه هي أصول الإمام. لذلك كما يقول الإمام الشاطبي مثلا في موضوع سد الذرائع، قال لك وقد أكثر الإمام مالك من الأخذ أو العمل بسد الذرائع، فصار أصل من أصول الإمام مالك سد الذرائع، اللي هو منع الوسيلة المباحة التي تؤدي إلى أمر محظور أو التي تؤدي إلى ضرر. وقد أعطينا لكم أمثلة في اللقاء السابق. عمل أهل المدينة، الإمام مالك عنده موقف، قال لك المدينة هي مهبط الوحي، عندها ينزل الوحي، ينزل الوحي مكة هذه المدينة صافي. إذن هذا أمر مهم، معناه تحظى به المدينة النبوية على غرار المدن أو المناطق الأخرى. رقم واحد. رقم اثنين، عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. رقم ثلاثة، عاش فيها الكثير من الصحابة. يكفي أن نعلم بالبقيع اللي هو المقبرة البقيع بالمدينة المنورة فيها أكثر من 10,000 صحابي مات ودفن هناك. أكثر من 10,000 من الصحابة يقنطلون ذي البقيع. صحيح قلنا كما قال الإمام مالك وهو يرد على الخليفتين، الخليفة العباسي هارون الرشيد حينما عرض عليه باش يعلق الموطأ بالكعبة، وكذلك الخليفة المنصور كي قالوا نستنسخ نسخا ونرسلها الأمصار إلى كل مصر من الأمصار ونأمرهم بتطبيقها وبالعمل بمقتضاها، قال إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. هذا اعتذار الإمام مالك. علاش قلت لكم هذا الكلام؟ باش نفهموا بلي الصحابة تفرقوا، راحوا الكوفة، راحوا البصرة، راحوا لمصر، راحوا كل واحد وين راح، ولكن معظم الصحابة كانوا في المدينة.
وفي عهد عمر، خاصة في عهد عمر الخطاب، كان لا يأذن، لا يسمح لكبار الصحابة لكبار الصحابة مغادرة المدينة إلا بترخيص، أشبه بالفيزا، أشبه بالتأشيرة. علاه؟ لأن الدولة تحتاج إلى هؤلاء الرؤوس، ما يسمى برؤوس الصحابة، كبار الصحابة، قالوا تريحوا ما تغادروش المدينة إلا بترخيص، كي نحتاجوكم نلقاوكم. عمر الخطاب يخدم في إطار سياسته الشرعية، شغل القانون، شغل الفيزا، يوقتولاش الفيزات من ساعة يناسني الصحابة يكون قرانا ولاش وري فرنسي المدينة غير ما فيها لوتوريزاسيون. لماذا؟ خاطر ثين تحويجي يدير الفتوى ذي كذا ذي كذا إلى آخره. ما داس مسألة هذه سقسي الصحابة يقعشنا كذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العمل أهل المدينة، وقد ظهر ذلك في رسالته، رسالة شهيرة، ذكروني، رسالة شهيرة أرسلها الإمام مالك إلى الليث بن سعد، يفكيش كاع صفرات. من ضمن ما ورد في هذه الرسالة يفتح القوس: إن الناس تبع لأهل المدينة. هذا كلام الإمام مالك الإمام الليث، باش يبين بأن أهل المدينة أو عمل أهل المدينة له اعتبار كبير في فقه الإمام مالك. لذلك نجد كثير من الأحكام الفقهية بنيت على عمل أهل المدينة، وهو من فرض به الإمام مالك رضي الله عنه. نكتفي بهذا، نروح مباشرة إلى، إذا نلتقي مع الدرس 27 من دروس شرح الموطأ. الباب السابق باب ما جاء في المسح على الخفين. اليوم نكمل باب آخر اللي هو باب العمل في المسح على الخفين. باب العمل في المسح على الخفين. كي تقرأوا هذا العنوان، ما معنى هذا العنوان؟ معناه هذا الباب يبين صفة المسح على الخفين أو ما يجزئ منه، هكذا. وطبعا بلا ما نعودوا الأحاديث اللي شرحنا الحديث 70 71 72 73. الحديث نتاع اليوم الحديث رقم 74 يدخل في باب العمل في المسح على الخفين. قلنا ما معنى هذا الباب؟ معناه بيان صفة المسح على الخفين أو ما يجزئ منه. قبل ما نقرأ الحديث ونشرحوه، نفتحوا باب خفيف ومهم. ما هو هذا الباب؟ باب التخفيف ورفع الحرج، باب التيسير ورفع الحرج. هذا باب عظيم، وهو خاصية من خصائص التشريع الإسلامي. ذكرنا لكم فيما سبق ونحن أشرنا إلى موضوع التيمم. التيمم بدل للأصل. ربي قال: فتيمموا صعيدا طيبا. المفروض الوضوء، وقد شرحناه في الآيتين، الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة. الأصل هو الوضوء، طهارة المائية. الإنسان يغلظ ويخكى، إما إلا يسعى السبات، يسعى الأعذار، أذ يروح التيمم صافي. الوضوء أصل، التيمم بدل. فاهمين؟ ومما قلناه باختصار ونؤكد عليه اليوم أن هذا يدخل في باب قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يكون واحد مثلا مريض ما يقدرش يتوضا، مستحيل، ما يقدرش يتوضا بالماء، نقولوا توضا بالماء وتمرض وتموت وكذا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وربي قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الادله تجيبها ولا لا؟ كما القيام، ما شفتوا بعض الاخوه صلاوا على الكراسي. علاش صلاوا على الكرسي؟ كي هما كي اللي صلاوا واقفين كيف. القيام في حق القادر ركن فرض، ولكن غير القادر يجوز باش يصلي على الكرسي، أليس كذلك؟ واللي مش قادر على الكرسي يجوز باش يصلي على جنبه في الفراش، واللي مش قادر الجنب الأيمن، اللي مش قادر الجنب الأيسر، اللي مش قادر مستلقي على ظهره، اللي مش قادر على بطنه فقط. إذا كان على ظهره الرجلان يروحوا جهة القبلة، وإذا كان على بطنه الرأس يروح القبلة. هذه كل شرحناها اللي هو صلاة العاجز. علاش هذه الأمور كاملة؟ علاه أي غرة نشتاقيك ويجوز هذه الظل. المهم في هذه الظل
هذه زالسي في الدين موري زميرة سيغيمي موري زميرة في دي سيفوس موري زميرة فوز الماض موري زميرة ثين جنيث تقبيلي ثين جنيث يعني فعلوليس إلى آخره. أي غير دينا الشرعكة أخي قرزلت كان إلا قد ظلم صف مسار العذر ما دام العقل إلا ماشي الصحة كاين دي فافور كاين رخص. أما العقل خلاص واحد إذا كان راح له عقله خلاص. علاه؟ لأن العقل مناط التكليف. مادام العقل إلا علاش قلت هذا؟ خاطر عندنا حنا بعض الأمور ما هي صحيحة. اللي يكون مريض نقولوا ما راك في السبيطار 20 يوم ولا شهر نورمال ما تصليش، كي تخرج من السبيطار دير راتراباج روح قضي كاع ذوك الصلوات. يا اخي تعرفوا الظاهرة هي ظاهرة مرضية نجدها عند المرضى في المستشفيات. لذلك ربي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربي حتى تموت. اعبد ربي ما يموت بنادم ما كيعرف. اي غير خطر لا انت الرخص تلقى داك الشمنتيه وكتجيو الباب اسميس التيسير ورفع الحرج. من موضوع المسح على الخفين سنذكره بعد حين. لذلك وين جات الآية هذه؟ اخي قلنا لكم الأرقام في سورة الحج آخر آية، الآية الأخيرة اللي هي الآية 78. ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربي قال آية أخرى أيضا في سورة النساء الآية 28. ربي قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله، ربي قال وخلق الإنسان ضعيفا. كل حاجة يستخفف. يريد الله كما قال ربي أيضا في سورة البقرة في الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد أحكام الصيام. يريد صافي ربي يريد. ولكن دي فوا نريد نقول لك جامي ممكن الناس ما يتيمش. قول كيف ربي قال بالماء وانت تقول لي بالحجر ولا بالتراب؟ على باش بدا ربي اللي قال هذا هو اللي قال هذا. مادام يريد إذن إرادة الله فوق كل إرادة. يريد الله أن بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه كلها كامل الآيات هذه وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه ما خير بين أمرين لاختار يسرهما ما لم يكن إثما. يسروا ولا تعسروا، في رواية يسروا ولا تعسروا وبالشهوات نفيرا إلى آخره. نجمعوا كامل هذه النصوص الآيات والأحاديث يخرجوا خلاصة التيسير ورفع الحرج. الفقهاء عبروا عليها بما يسمى بالتخفيفات وذكروا ألوانا من التخفيفات. قال كاين تخفيف الإبدال، كاين تخفيف الإنقاص، كاين تخفيف الجمع، وكاين تخفيف الجمع والقصر، وكاين تخفيف الإسقاط. هذه كلها تخفيفات باختصار. علاش نقول لكم هذه المعلومات الفقهية؟ باش نبينوا الإطار العام للموضوع لباب العمل في المسح على الخفين. ورقم 2 باش نذاكر ونذكر إخواننا بهذه المعلومات التي يحتاجون إليها في حياتهم باستمرار. كاين تخفيف الإبدال، هذه نتاع الوضوء. الإبدال تاع التيمم صح. المسح على الخفين يدخل في هذه أيضا. واحد طبعا لازم تكون طهارة مائية، وهذا شرط من الشروط. واحد باش يمسح الخفين ماشي يلبس الخفين وهو ماشي على وضوء ابري كي يكون البرودة ولا كذا يمسح على الخفين. لا، هذا المسح باطل. لماذا؟ لأن هذا المسح لم يكن مسبوقا بطهارة مائية. لازم واحد يكون ضرك انتم متوضين البس الخفين أم بعد تحب تمسح امسح. وهنا ذكرنا الخلاف الفقهي وسنعود إليه اليوم ببعض البيان بين المالكية وبين الجمهور. تذكرون المالكية قالوا بلا تأقيت، معتمدين في ذلك على حديث ابن عمر. ولكن الشافعية والحنابلة والحنفية قال لك بالنسبة للمسافر 3 أيام، بالنسبة للمقيم يوم واحد. أيضا معتمدين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره بعد حين. مفهوم؟
حتى الخلافات الفقهية مبنية دائما على أسس، ما كانش هناك اختلاف هكذا عن الهواء. أعود فأقول إذن تخفيف الإبدال. شو المعنى تخفيف الإبدال؟ المعنى يس ورزمي ضرني الوضوء نغوث في ضرمان رخصة التيمم لا بدل صافي. لذلك يسميس التيمم يسميس البدل، الوضوء يسميس الأصل. لذلك العلماء من عبارتهم الفقهية في نواقض مثلا التيمم يقول لك نواقض الوضوء التيمم هي نواقض الوضوء. علاه؟ يقول لك نواقض البدل هي نواقض الأصل. مفهوم العبارة؟ إما تقول نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، هذا صحيح. تقول نواقض البدل هي نواقض الأصل. زيادة أنه إذا كان واحد يتيمم ويلقى الماء، وجود الماء هذا يخليه ينقض، هذا ينقض ما تصليش بالتيمم إلا إذا شرعت في العبادة. يعني مثلا واحد شرع في العبادة، مثلا خونا ما لقاش الماء وقريب تفوت الصلاة، واش يدير؟ ما كاينش الماء، ما كاينش كاع الماء، حنا رانا نحوسوا له هو تيمم وبدا في الصلاة، شرع في الصلاة، وبعدين لقينا الماء جينا ليه نقولوا حبس، لا يكمل بالتيمم نتاعو، يكمل الصلاة نتاعو عادي. لماذا؟ لأنه هذه عبارة فقهية مهمة، لأنه دخل في العبادة بوجه مشروع، عنده لا ليجيتيميتي، دخل في العبادة بوجه مشروع. في الوقت اللي قال الله أكبر عنده حق يكون بالتيمم، خاطر ما عندوش ما لقاش الماء، قال الله أكبر بدا يصلي. مين إذا كان بدا برك قل الحمد لله رب العالمين، ما نقولش حبس أو نلقي لك الماء جبالك قرعة نتاع الماء، لا كمل. هذا من جهة دخلت في العبادة بوجه المشروع. ثانيا ربي يقول لا تبطلوا أعمالكم، إذن ما عندوش حق يبطل عمله ويستمر. وكي تعمقوا فقهيا نلقاو سبحان الله، شوف هذا المبدأ، مبدأ التيسير ورفع الحرج، يعني راه موجود وحاضر في عبادتنا جميعا. لذلك تخفيف الإبدال ذكرنا نماذج، وكذلك القيام، الجلوس بدل عن القيام على للعجز. وتخفيف الجمع كما الجمع في الصلوات، هذه شرحناها فيما سبق، تجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وكاين الجمع مع التقصير مع القصر، يعني تروح مسافر من للصحراء الجزائر ولا الوهران ولا وين تروح، خلاص خرجت من الديار من الزون نتاع وين تسكن من الحومه، خلاص وصلت الذراع من الخدة، يجوز لك باش تقصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع تقديم قصرا. ولا وصلت مثلا بالسكرة وصل المغرب، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء صليها، جمع تقديم قصرا. ما حبيش تصلي خليهم حتى توصل، جمع تأخير قصرا، تجمع وتقصر، لكن جمع تأخير هذه كل سيدي فاذور، هذه كلها رخص. علاه؟ أولا باش يرفع علينا المشقة ربي سبحانه، رقم وخلق الإنسان ضعيفا. ثانيا باش ما نملوش من العبادة، خاطر تروح العاصمة برك، العاصمة وين تقاري وين تتوضا وين 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 وتبقى مفتون. عندك لي فاذور قم بها خويا، صلي الظهر العصر جمع تقديم قصرا وراك تهنيت وما شاء الله، أليس كذلك؟ إذن تخفيف ربي سبحانه دي قرع في ذيكان لقتنا في ذيكان ونخدم لكان الحيلة نغ ذايا. لذلك الفقه أغي يعيون من العبادة نغتسلي في السلسة تسيلي فث نغاون ما تذكرون في الوضوء كذكرنا على شروط الماء، مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه شفيتوها ومياه البحار ومياه نغاون ذكرت كنت صغيرة كذا، الشيوخ الكبار يروح بالنذا هذاك نتاع الشجرة صباح، يخي الشجرة عنده الماء هذاك الندى هذاك يديروا هكذا يتوضا. قلت كيفاش يتوضاوا؟ يجوز شرعا، وقد شرحنا هذا بالتفصيل فيما سبق. وكاين ما يسمى تخفيف الإسقاط. تخفيف الإسقاط مثلا تسقط عنك القبلة عن المريض، القبلة مثلا إذا كان في السبيطار وداروا له السيروم لجهة الغرب
كيفاش يدير؟ يقول لك ما نصليش خاطر مانيش ما نقدرش نتوجه القبله. قول له انت راك مريض وراك معمر بالسيروم وراك مربوط كاع، صلي وين حبيت تسقط عنك القبله. وقسم تخفيف الاسقاط، كما يسقط ايضا تسقط القبله عن الانسان بعد الاجتهاد، ما على بالوش لقى روحه في مكان ما على بالوش القبله والراي، ما عنده لا بوصول، ما عنده الغاشي يسقسيه، ما كاين حتى واحد. واش يدير؟ شاري يخدم. اذا قضي الظال اذا قضي الظال سيقرا ما نصليش خاطر ما نعرفش القبله، لا. واستنظار القبله اجتهد في تحريها، وبعدين اذا اخطات فلا حرج. واحد يروح في سفر يلقى روحه في بيت ولا في فندق، كاين فنادق هذا قوس مهم وخطير ومنطق، كاين في البلدان الاسلاميه وين ما تلقاش كاع القبله والو. تدخل على 12 تاع الليل ودخلت الغرفه، تفكرت حق نصلي العشاء ولا تصلي الفجر في وين القبله ما على بالكش. معروفه هذه. اقل حاجه هي اللي دار لوتيل يدير تحديد القبله، ولا لا في بعض الفنادق ما شاء الله تلقى القبله مكتوبه باينه اتجاه القبله. رقم 2 يخلي لك السجاده. رقم 3 يخلي لك المصحف. حلوه هذه. وكاين وين والله ما تلقى والو. علاش قلت هذا الكلام يا جماعه الخير؟ باش نوصل الى تخفيف الاسقاط. ولا واحد يصلي في طياره، يا اخي اعطيتكم هذا المثال، واحد يصلي في طياره، يجوز الصلاه في الطياره. هيا تقول له يا سيدي الكوموندون ديرها برك القبله قسم نصلي 4 ركعات، سي با بوسيبل. هو ريحك عنده خط السير يحترمه، انت صلي وين حبيت. هذا اسمه تخفيف الاسقاط. كل هذه التخفيفات منين خذوا الفقهاء هذه الكلمه تخفيفات؟ التخفيفات الفقهيه خذوها من قوله تعالى في سوره النساء الايه 28: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الحديث رقم 74 في باب العمل في مسح الخفين. قلنا المقصود بهذا العنوان هو بيان صفه المسح أو بيان ما يجزئ منه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين. أولا أقف عند كلمة رأى. الرؤيا، هذه العبادات وهذه الهيئات وهذه الصفات تثبت بالرؤية كما تثبت بالكلام. بالرؤيا. علاش نركز على هذا؟ باش يحلنا بزاف مشاكل. قلت لكم اذا رايتم اناسا يصلون بالسدل، ممكن يقول لا ما كاش منها. كاين احاديث صح، كاين احاديث نتاع القبض كثيره، اكثر من 23 حديث صحيح يعني. ولكن وهذا ايضا ثابت. هذا مما يرى. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة مثلا عبد الله بن مسعود ومن الصحابة الذين اشتهروا بالصلاة بالسدل، لو كان ما شافش يعني شكيت بلي ما شافش بالمنطق يعني. رأى. شفت شحال الأحاديث ذكرناها؟ رأى الرؤيا، رأى ولا صافي دين سوالي. حديث عثمان كيشرح كيفية الوضوء، صفة الوضوء. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي نقوله في الصلاة نقوله في أمور أخرى. في الحج عمر بن الخطاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر. يا أخي منين تبدأ من الحجر الأسود. علاش تقبل الحجر؟ علاه؟ خاطر رأى وقالها، قال يا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. زرقش ذا زرو ورثن في عذور ذور لازرو غاسي يسلسل الجنة يسعى زاليس مي غينفع وغيضور. الناس لو كانوا ولا غارة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فلاش وتسلم غارة فلاش. شوف كيف كان الصحابة وقافين. إذن حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين. قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
هو الحديث رقم 74 في الموطأ. يعني شرحه إن عروة هشام بن عروة يولى باباس ذا صحفي يولاث بدينا غا كان يغاون 70 صحابيا 70 صحابيا روي عنهم بالفسح على الخفين. 70 من الصحابة ينسعى الروايات نسن باللي نثنية مسحن على الخفين. الخفين السوق لي ما كان شرح الأمرية، شرحنا مثلا الجلد وكذا، الخلاف القائم بين المالكية والجمهور، هل يجوز المسح على الجوارب وكذا، كل هذا شرحناه بلا ما نعودوا له وشرحناه بالتفصيل. نغاون 70 من الصحابة يمسحنا في الخفين صافي، ماشي سنة 10 70. معنى هذا الأمر ثابت. وذاكي هشام بن عروة ولا بابا سيناياك وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين. ليش ورينا يعني وهو يبين ما يجزئ منه ويبين صفة المسح على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وصار مسح الخفين نوقيت سوالي ما فتقاشير سفلا ماشي يكسر ماشي يكسر سفلا. هذه عبادة. العبادة نقول كلام علي بن أبي طالب وبعدين ندير تعليق أيضا مهم. إذن ظهر محل الوجوب، إذن هو ظهر الخف. محل الوجوب الذي يجزئ هو ظهر الخف. سفلى ماشي سودة ماشي البوطونيز، سفلى يعني سفلى وظهري شكلني. غادي نتكلم بعد الشروط الخفين بعد حين شروط الماسح. قال علي بن أبي طالب، اسمعوا مليح كلام هذا تاع ابن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الدين فيها ديبا هكا يرانا تيكون الدين سي لوجيك 100%. وضحيني دي فوا الدين يخالف لا لوجيك صافي. سكن نطبق لا لوجيك نطبق الدين. يعني ذي الميراث مثلا يوني موثي جاد ميساك ذي الليس ذراوي سيسين لو كانوا غالا لوجيك كاين 50% صح. واحد مات خلاو بابا خلا ابن وبنت عنده 50 مليون، كيفاش نقسموهم؟ 25 لا لوجيك. خلا 60 مليون 30 صح. لماذا؟ خاطر ذراويس يلي سميس لوجيك مو هذا هي. ولكن هنا لا كاين حاجة أقوى من اللوجيك، واللوجيك موجود في الدين أو الهيه فقط ما شفناش صح. إذا كان 60 مليون الابن عنده 2 البنت عندها 1 ثلث. للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية 7 سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص صافي. طفل يدي 40 والطفلة تدي 20. هذا ما كان. تقول لي لا لوجيك ماشي هكذا، نقول لك لا لوجيك صغيرة ماشي هكذا، لا لوجيك كبيرة لازم يكون هكذا. وقتاش تلقى لوجيك كبيرة كي تقرأ علم الفرائض لازم تقرأ باش تفهم، وإلا مشكلة. فهمتوا الرسالة؟ خاطر دي فوا حنا لا لوجيك نتاعنا. الإمام علي بن أبي طالب فرن هذه المشكلة رضي الله عنه، قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الرأي وحده لكان أسفل الخوف أولى من أعلاه. واحد ذي رجل هي يمسح من تحت، خاطر لتحت هو اللي راه يمشي على الخفين تراب وكذا صافي يمسح من تحت خير، خاطر هذا اللي راه يلتصق يحتك بالتراب يوقي لحم فكال ماشي سفلى يفعل فكال يفعل في القاعة. ولكن باش غادي يساعد رسالة غادي قار لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولكن دقي وقفة صافي. هل ترى الرأي ما عندوش قيمة؟ لا عنده قيمة، عنده قيمة في الدين. نفتح قوس مهم. ولكن في الأمور التعبدية لا نبحث نجتهد. إذا كاش ما لقينا الله يبارك، وإلا نعبد الله بما أمر. ولكن في المعاملات نعم، في المعاملات في فقه المعاملات
البيع والشراء والتجاره وكذا، نقول لك الربا حرام. علاه؟ هاي الاسباب، سي لوجيك، باسكو الربا مش مليح، عنده مفاسد مفاسد مفاسد، شرحناها في بعض الدروس وهي كثيره. ولكن العبادات لا. نقول لك علاش العيش 4 ركعات؟ لقى لي برك اللوجيك تاعك ولا نتاعي، ولا لو كان ترجع ليا العيشه نصلي غير ركعتين، طول النهار خدمه عينه، نصلي ركعتين وتربح. نصلي العيشه 4 ركعات ويزيد لها الشفعه ويزيد لها الوتر، صافي 7. مي جا مربيا الفجر نصليو 7، منها نصلي ومنها سبور. لا لوجيك نتاعي، بالك نتاعك تخالف وكذا. ولا لوجيك جا مربيا رمضان يكون جونفي ديسمبر جونفي، نفيكسيوه بيان. هو محيا كيجي في الصيف يا ولا لا قاعد نتمرمدوا في الصيف. لا لوجيك هي هذه ميلي دا. اذا كان بحثنا مليح لا لوجيك الظاهره هكذا بركه، اذا في العمق لا، كي يدور على الفصول افضل. كاين اون لوجيك واحده اخرى تقول يدور رمضان على الفصول 4، الصلوات ركعات محدودات، والصيام ايام معلومات، والحج اشهر معلومات ايضا، أليس كذلك؟ أيام معدودات وأشهر معلومات. على هكذا قدر ربي سبحانه باش نصوموا كاع في الفصول، نصوموا في الصيف، ونصوموا في الربيع، ونصوموا في الشتاء، ونصوموا في الربيع، ونصوموا في الخريف، نصوموهم كامل ماشي غير في واحد. ونفس الشيء بالنسبة للزكاة، نقول لك علاش 2.5%. لماذا 2.5%؟ الظاهر عندنا لوجيك بالك تخالف. نقولوا كيف؟ عندك 500 مليون، عندك 200 مليون، تخرج غير 2.5%، معناتها 5 مليون سنتيم، يعني 50,000 دينار. هذه هي 2.5%. 195 مليون لك، 5 ملايين شويه تعطيها الفقراء، تعطيها ل8 أصناف في سوره التوبه، انما الفقراء الصدقات الفقراء والمساكين 8 أصناف تعطيهم غير 5 ملايين، وانت تاخذ 195 مليون، وربي اللي رزقك. صافي لوجيك مال النص. لو كان الشرع قال لك تعطي 100 مليون، معليش قول برك يا ربي يعطيني 100 مليار نعطي 50 مليار عادي. ربي قال قبيله ربي في كريم السن في الدي ضغيف السن. حبيت نقول علي بن ابي طالب كيقول لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. باش يقولنا باللي في الامور هذه التعبديه ما يلزمش تستدعي اللوجيك نتاعك، خاطر كل واحد عنده اللوجيك نتاعو، قادر نختلفوا. لا هذا الدين نعبد الله بما امر. لذلك الامام صاحب احياء علوم الدين ابو حامد الغزالي اشار الى هذا الكلام، هذه النقطه بواحد العمق، وهو يقرن بين النقل والعقل. النقل والعقل كلاهما ضروري، نحتاج الى النقل، قرآن السنه نقل، ونحتاج الى عقل. نحتاج الى عقل لفهم النقل. كيفاش نفهم القرآن والسنه ما كانش العقل؟ سبوسا اكثر من 1000 مره ربي سبحانه في القرآن يتكلم عن العقل، وظائف العقل. لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. تعرفوا الآيات في أواخر مثلا سورة العمران، الذين يتفكرون في خلق السماوات، يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره. يتفكرون أولي الألباب. لماذا؟ باش العقل يشتغل. إذن مهم جدا النقل، مهم والعقل أيضا مهم. وما يجيش الذين يؤلهون العقل يقول لك ما نحتاج إلى نقل، عقولنا تبصرنا بما ينفعنا في دنيانا فلا نحتاج إلى وحي. هذا كلام خطير. لا، ربي سبحانه وهو يعلم. لو كان يزرى يلغنا يكفي أغديتك وديش كاع الأنبياء كاين فكرون اللغن، فكرون العقول. يلا نعم العقول نستخدمها، نستخدم اللغن باش نفهم القرآن، نفهم السنة، نفهم الحضارة. كل يوم ديال الدومينس وكي ديال المالية وكي ديال التجارة وكي ديال الاركيتكتور وكي ديال الاسترونومي. العقل نبنيو به الحضارة يقينا، ولكن العقل إذا ممكن أن يروح بلا حدود ويأتي النقل يحبسه. قلت قبل حين الكلوناج لا يجوز. علاش؟ باسكو العقل النقل شي قرفريني حبس وراك رايح. نخدم الكلوناج صافي دير ثرويث بروي انواع نسعوا اللوزينات هادي سوفون يقردان، اي واحد منا ازون الشويه الله ديان نشرح سيدي فيما سبق تمسا تاكي اسيدي بابا الخليه
من بعد تسوفغاني مشيني صافي. من بعد نوغال لي فوتوكوبي يعني الفوتوكوبي ليغاليزي ماشي كي الدونيت. لا لا والله حبس واشياء صافي ادياس النقل ويضبط العقل. لذلك الامام ابو حامد الغزالي الله يرحمه قال كلام في الاخر. واش قال؟ قال لك العلاقه بينهما علاقه التلازم مثل علاقه البصر مع الشعاع. كيف شوف التشبيه إن ياك النقل أكد العقل أم يزري أكتفاث ما يون شركاء تموالي خطر لنسي الشروط يزري لا ثفت لا إما ثفت ريسيتي الكهرباء غير يطيش باش الموالي. لو كان ترى مثلا يون دينا غادي يقنا الناس هذا كنغنيو كن ولا غير أي غير هناك شرط تعطل. الضوء موجود البصر حبس أخذ صافي يكون ولا غيره. إذا الشرط الثاني هذا اللي غنيو. ولو كان دي طلان أنا ديال النظر كيف في الظلمة افتحهم ولا اغلقهم صافي. هناك شرطان أساسيان لإدراك المجسمات الملموسات الماديات وإدراك الحقائق الأخرى المعنوية. نحتاج أيضا إلى نقل وعقل. هذا كله يعني ترجمة وبيان لكلام أبي حامد الغزالي في كتابه في إحياء علوم الدين وفي كتبه الأخرى دار إشارات لطيفة جدا إلى هذا التلازم بين العقل والنقل. أعود مرة أخرى إلى كلام علي بن أبي طالب. إناد صافي إذن أنستقبل الدين ماشي سلا عقل أكن غادي ربي ذنبي وما نستخدم العقل نوفى شارع الحجج ما كاش مشكل. وبعدين واش قال الإمام علي؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دغا رأيته هذا وقال كلام علي بن أبي طالب. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قبل ما يقول رأيت أعطلنا تقديم مهم جدا باش نستخدم اللغنة من بعد يفكد شوي ولا يعني شو. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن احنا نتبع ولا نبتدع. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود. حديث 75 تأكيد لهذا الحديث. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو يعني يبين صفته. قال فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. الآن في الختام نذكر بعض المباحث المهمة. المبحث الأول اللي هو شروط المسح. شروط الممسوح ذكرنا فيما سبق. شروط الماسح كاين 3 شروط أساسية. الشرط الأول أن يلبسه على طهارة يعني يولي قد يلبس الخفين على طهارة إما غسلا أو وضوءا. وشرحنا في موضوع الغسل هذا الأمر معني بعد الغسل يكون على جنابه وبعدين يدير الغسل وبعدين يلبس الخفين خلاص. على وضوء كما رانا هكذا درك واحد يلبس يتوضا وبعدين يلبس الخفين من بعد يجوز المسح عليهما. وهي الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الطهارة مائية لا ترابية. بمعنى ماشي واحد يتيمم وبعدين يلبس الخفين. يقول لك لبست الخفين بعد ما تيممت. نقول له لا التيمم ديال فافور هذا بدل لأصل فتيمموا صعيدا طيبا. ولكن الوضوء في الآيتين الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة. صفي إذن هذا شرط أساس أن تكون الطهارة مائية أصلية لا ترابية بدلية. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. الشرط الثالث أن تكون الطهارة كاملة. شو المعنيس؟ المعنيس بعد إتمام الوضوء. ماشي واحد يتوضا كي يوصل رجلين عادة سلتو في الشتاء ثم اللي واعر الإنسان يعني يقول لك اسطوار غير ضار مهن السير غير هكا. إذا يلبس الخوفين يمسح عليهم لا
لازم أن تكون الطهارة كاملة. كمال الطهارة يعني بعد إتمام الوضوء أو الغسل، ولكن الغسل الذي لم ينتقض فيه الوضوء، خاطر ممكن يدير الغسل وبعد ينتقض الوضوء نتاعو، يجي ناقض من نواقض الوضوء. مبطلات المسح على الخفين كاين الأول موجبات الغسل، إذا كان واحد كان على جنابة، كان على الخفين لابس الخفين وبعدين صارت له جنابة. بالنسبة للمرأة كانت حائضا أو كانت نفساء، كانت بالحيض، جاءها الحيض ماشي استحاضة. الفقهاء يتحدثون في هذا المبحث عن هذه المسألة، خاطر زرم المرأة ساعة مقارن الدورة العادة الشهرية ومقارن الحيض. الحيض ما يسد الحيض خلاص والزميرة تمسح الخفين ديجا أصلا الصلاة والزلارة، ولكن ميلا دم الاستحاضة اللي هو دم فساد أو دم علة دينا يجوز. والنفاس خروج الرجل من الخف، معناتها إذا كان واحد كان على وضوء ولبس الخفين وبعدين خرج الرجل نتاعو من الخف، خرج هنا بطل المسح الخفين. من بعد لازم يتوضا يغسل رجليه ولكن ما يمسحش عليهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. واش قال حديث ابن عمر؟ ليس في المسح على الخفين وقت. شفوا على هذا الحديث نحتاجه. ليس في المسح على الخفين وقت، يعني سون ليميت. من ميت خدمض الخفين اني تبغض سمانة أقول ما تعدش ثوا عادي. هذا الحكم مستنبط من حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر. ليس في المسح على الخفين وقت. وبعدين واش يقول؟ امسح ما لم تخلع. هذا ما كان. امسح ما لم تخلع. ماذا نفهم الحديث؟ معنى يجوز لك المسح وتكرار المسح عند كل وضوء ما لم تخلع، يعني خفيك من رجليك، أو بطريقة أخرى ما لم تنزع رجليك من خفيهما. هذا امسح ما لم تخلع. الحديث صحيح أخرجه الإمام البيهقي والإمام الدارقطني. الشرط الثالث حصول خرق قدر ثلث القدم. يعني أحيانا بالنسبة للمسح الجوارب ذكرنا رأي الجمهور ورأي المالكية. قلنا رأي المالكية لازم الخفين شروط الممسوح عليه وكذا لازم يكون من الجلد وكذا، وهذا شرحناه. ولكن رأي الجمهور لا، الشافعية والحنابلة والحنفية قال لك يجوز المسح على الجوارب. لذلك بعض الإخوة عندنا كنت تسمحوا في الشتاء يمسحوا على القاشر، يجوز. ماشي كي نقولوا معناها نعتمد المرجعية ونتبنى المرجعية وندافع عن المرجعية وندعو إلى المرجعية الوطنية، معناتها الإنسان يتقيد 100%. هذه الأمور في تخفيفات، خاطر عندنا قواعد عامة شرحناها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا في صلاة الجنازة عندنا، وعندنا أيضا من أصول المالكية مراعاة الخلاف. مثلا علاش نقراو احنا في الجنازة بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة؟ في المالكية لا دعاء، ولكن نقرأ. أئمتنا يقولون لها هكذا، وهم يذكروننا عند صلاة الجنازة يقول بعد 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة هكذا. هذا مراعاة للخلاف. لو تقيد الإمام الذي يصلي بنا بالمذهب المالكي ما قال هذا، ولكن مراعاة الخلاف لا، الحرج مرفوع. في غدنا واحد يكون سوبلاس، لازم تكونوا مرونة في التعامل مع الفقه. صحيح الغالب نغلب وهذا هو المطلوب، نعم، ولكن يعني في بعض الاستثناءات وكذا الحرج مرفوع إن شاء الله تعالى، سواء في العبادات أو في المعاملات، خاصة في المعاملات، لأنه المعاملات الأصل فيها القاعدة الذهبية الكبرى: الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. على من باب التيسير، لأنه في المعاملات لازم تيسيرات.
او كنت سمعتوا كاع هذه الايام يقول لك مش عارف هذاك في الكواغوط شهاده بطاقه التعريف الوطنيه وتخلص. ماش سمعت والله، ما عنديش معلومات دقيقه بزاف، ولكن في تيسيرات. ماذا بك واحد يريح في الدار يخرج شهاده الميلاد بلا ما يدير لاشين، ولا لا علاش ندير لاشين؟ تمرمدنا في ليشان، أليس كذلك؟ أما ذا بكل شيء تخلص صونا الغاز من الدار، تخلص بالبورطابل بالك كاع نورمالمون يوصلوا ليها، تخلص كل فاكتور بالدار كامل بلا ما تعب ما والو، نربحوا الوقت، نربحوا النهار، نربحوا كلش. هذه في الأمور المعاملات ونفرحوا بها، أليس كذلك؟ إذن قاعدة في الفقه راهي موجودة قبل ما يظهر التكنولوجيا هذه تاع الانترنت ولا. الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، ويجوز أن نعبد ربي سوين غدينا. والأصل في المعاملة الإباحة إلا بنص، عكسها تماما. الأصل في المعاملة الإباحة إلا بنص. علاش؟ تحقيقا لمبدأ التيسير ورفع الحرج وتيسير المعاملات وكذا وكذا. لذلك أو حتى في العبادات قلت لكم يعني الجمهور الفقهاء قالوا بيجوز المسح على الجوارب. وهنا هذا الشرط الثالث المبطل الثالث حصول خرق قدر الثلث، اجتهاد فقهي، ثلث القدم فأكثر. علاه؟ أما الخرق اليسير فمغتفر، الخرق اليسير فمغتفر. يون ما يلي شريس الخفين شويه ينقراص نغيش يثيث سنه نغفيث وزر نغيشري معليش ما يلي شريس شويه تقاشرينس وسقرا حبس اني قال توالي شطح يفان دوك مضاريك بلا لوباكات توالي خطيره. ما كانش تشديد في هذه الامور، يعني فيها يسر. وكل هذا تحقق رفعا للحرج. وقد ذكرنا الآيتين أو الآيات سورة الحج، وما جعل عليكم في الدين، رقم الآية 78 آخر آية. في سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، رقم الآية 28. في سورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة الآية 185. الآن مدة المسح آخر نقطة، آخر مبحث، وبعدين في الدرس القادم ندخلوا في باب جديد إن شاء الله. مدة المسح. حصل خلاف فقهي بين السادة العلماء، المالكية لهم رأي والجمهور لهم رأي. المالكية قالوا يجوز المسح الخفين بلا تأقيت في السفر والحضر، بلا تأقيت، ما كاش اون بيريود سون ليميت، بلا حدود. ولكن الجمهور، جمهور مدين نقول الجمهور يعني الأغلبية، الشافعية الحنابلة الحنفية، ناند 3 أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمقيم يوم وليلة. ما يليون يتفواياج يدي السفر فر مثلا كيما مثلا مسافر سا 3 جور 3 ني أكل بلياليها، هذا هو 3 أيام سين فافور يعني وتسمى لك يضرني سوا من ياكل نمسخيل على الخفين ذي السفر فواياج. ولكن ما إلا مقيم يونرا في دارو، هنا عندك 24 اور يعني يوم وليلة 62 اور 24 اور. خاطر الملكيه ثوري ديني غامي افغا دينا كان 24 اور كي خاطر ممكن الانسان يختار انت وانا كيفاش نخيروا نتوضاو بالماء في الظهر سخانه وكذا كي نبغوا الا باش نيفيتيو الغسل نتاع رجلين في الفجر العشاء في الوقت هذا. وخاصة درك هذا الإسلام عالمي ماهوش درك حنا التاويل درك في البيوت وكذا، ولكن ما تيزو اسمه هذا السخانين وكذا، كاين السخان كاين يكون سخانة كاين، ولكن اللي في الجبل بذرار نوضي الصحراء وين كاين برودة وكذا إلى آخره يوهر. غادي نصير المقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. هذا موقف الجمهور، عندهم دليل. أما بعد نرجع للمالكية نجيبوا الدليل تاعهم. المالكية الجمهور قال لك فيه صحابي شريح سأل السيدة عائشة أم المؤمنين، إنك أتيت عائشة رضي الله عنها، راح لها باش يسقسيها، معنى نفهموا فهم بلي كيف كانت المرأة مصدر للعلم أيضا،
وليس في ذلك العيب. السؤال والجواب والتعامل في حدود هذه الضوابط الشرعية أمر عادي تماما بلا عقدة، بكل وضوح، عادي. والحكايات طويلة في هذا الباب. إنك أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت، خاطر هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. ثم يصرح علي بن أبي طالب أيغر فإنه كان يسافر معه، أي يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: روح لعلي بن أبي طالب استقسيه، هو اللي راه يسافر بزاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومادام في السفر معناه يشوف. وقلت لكم هذه تثبت بالرؤيا، رأيت وقد استمعت من الأحاديث في هذا الباب. وبعدين شو دينا إنك فسألته فقال، يعني لوريونتاسيون ثم يصروح لعلي بن أبي طالب ذنسا أراك دينين خاطر يتسافر السطاس أكدين آمش الكيفية آمش يعني يمسح الخفين وشحال المدة إنك. فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم. إذن الشافعية والحنابلة والحنفية جمهور الفقهاء علاش قالوا بهذا الرأي؟ عندهم حديث ثبت عندهم حديث في صحيح مسلم. انتهينا. ولكن روحوا المالكية عندهم حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل حين: ليس في المسح على الخفين وقت، ما كانش ان بيريود ليميتي، ما كانش ليميتي، امسح ما لم تخلع. الحديث أخرجه الإمامان، الإمام البيهقي والإمام الدارقطني. معناتها المالكية عندهم سند، عندهم دليل، والجمهور عندهم دليل، وفي كل خير. هذا الذي يذكرنا بما قلناه. واش قال الإمام مالك للخليفتين، الخليفة هارون الرشيد والخليفة المنصور؟ قالوا: إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. شفيت واش قلنا في هذا الكلام؟ خاطر كل صحابي واش حفظ، وهذاك الصحابي العلم نتاعو يروح من هذا لهذا، من هذا لهذا، والعلماء وهم يؤصلون ويستنبطون الأحكام إلى آخره بحثوا عن السنة، الشيء اللي وصلهم بنوا عليها الأحكام والسلام. هذا ما كان، وكلهم رجعوا إلى هذا المعين الصافي، إلى الكتاب والسنة. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس اليوم. أسأل الله عز وجل يتقبلنا منا جميعا صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.